السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي إخوة الإسلام، معكم مستشار أحمد عبد ماهر في بث جديد حول إساءات البخاري لرسول الله. كنت قد كتبت مقالا عن شارل إيبدو، مجلة شارل إيبدو الفرنسية وإساءاتها لرسول الله، والمدرس الفرنسي الذي تم قتله مؤخرا نتيجة أنه عرض كاريكاتير ليسيء للرسول عليه الصلاة والسلام. وقلت أن البخاري أكثر إساءة من كل أهل الأرض قاطبة، أكثر إساءة للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا إذا صحت كلمة الإساءة للرسول، لأنه لا شيء يسيء الرسول، لا شيء يسيء للرسول إطلاقا، إنما هناك إساءة تسيء للإسلام الذي نحن عليه وليس إسلام السماء، ونحن ندافع عن الإسلام الذي نحن عليه وليس إسلام السماء. هذه هي الحقيقة. ثم نبتدع قتل ودماء وعنصريات لم يأمر بها القرآن الكريم ولا الله ربي في علاه أبدا، ونظن أننا على الإسلام. فخذ مثلا من إساءات، عشان نخش في الموضوع على طول، من إساءات البخاري لرسول الله. البخاري بقى ونقول كتب الصحابة بالمرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون أين تذهب الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب لتسجد تحت عرش الرحمن، تسجد تحت عرش الرحمن حتى الصباح، بعدين تطلع علينا، يؤذن لها تطلع علينا. طبعا اللي ألف الحديث ده وقال ان الرسول قال والصحابه قالت له الله ورسوله اعلم والكلام الفارغ ده كله، وحديث صحيح 100%، ما يعرفوش ان في حاجه اسمها دوره فلكيه، فالفوا لنا الحديث. زي بالظبط الحديث بتاع الصراط المستقيم، انه الصراط جسر على جهنم ويهتز الجسر بك اهتزازة لا تبقي مفصل واحد في مكانه، وانه الانبياء دعوة الانبياء يومئذ اللهم سلم سلم. كل الرعب ده اصلا ليس له قيمة وليس له اساس الا من خيال مؤلف هذا الحديث وكتابة ومن كتابات أئمة أهل السنة العظام. زي انه الرسول كان يقبل عائشة وهو صائم، علشان يعني يصرح لك بالتقبيل وانت صائم. فقام ابن حنبل بقى يقول في مسنده ايه؟ ويمص لسانها. انتوا عارفين معنى الحديث ده ايه؟ حديث كتبه البخاري بعد 250 سنة من تاريخ حياة الرسول. يعني معناها انه في أجيال وراء أجيال وراء أجيال قاعدة تحفظ الرسول كان بيقبل عائشة ويمص لسانها وهو صايم، الرسول كان بيقبل عائشة ويمص لسانها وهو صايم، الرسول كان بيقبل عائشة ويمص لسانها وهو صايم. دي أجيال فاسدة إذا كانت حافظت هذا الحديث بهذه الصورة، أجيال فاسدة كلها. ده اللي السلف اللي انتم بتسموه صالح، هو ده كده يبقى صالح ولا كده يبقى سلف طالح؟ يعني أنا عايز بس يعني نبقى على بينة، نتخيل إيه اللي حصل. يعني إزاي البخاري يجيب بعد 250 سنة؟ ما هو البخاري ده اتولد سنة 194 هجرية ومات سنة 250 هجرية، يعني اتولد بعد 184 سنة من وفاة الرسول. طبعا مش أول ما اتولد وكان هو كده بيرضع كتب الحديث، كتبه بعد 200 وشوية سنة. فأنا بقول لكم 250 سنة تقريبا، 250 سنة من حياة الرسول يبتدي يكتب كتاب ويقول إن الرسول كان بيقبل عائشة. ده مش إشاء. يعني ترضى إن أبوك يتقال عليه كده إنه كان بيمص لسان أبوك وأمك وهو صايم؟ ترضى إنك تقول إنه كان يأمر إحدانا فتتزر ثم يباشرها من خلف إزار وهي حائض؟ حبك يعني واحد عنده 9 زوجات غير دي، يقوم يجي على الحائض
اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا تقربوهن. أقولها تالت ولا تقربوهن. هو الرسول اللي نزل عليه هذا الوحي يقوم يقول للنساء تتزر وهن حيض ويبتدي يمارس معهم الأمر من خلف إزار؟ ده مش إساءة للرسول. ينفع يتقال كده على أبوك؟ ينفع يتقال كده على أمك؟ ينفع يتقال كده عليك؟ أنا عايز أعرف. خد الموضوع عليك أنت، خد الموضوع على أبوك أو أمك. ينفع يتقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي بنت 6 سنوات ودخل عليها وهي بنت 9 سنوات ومعها عرائسها؟ واحدة بتلعب بالعرايس يقوم يدخل عليها؟ ده مش مسمينه توربيدوفيليا؟ وبعدين يقول لك ابن بطال في فتح الباري في شرح صحيح البخاري اهو موجود، يقول ايه؟ يقول انه اجمع علماء الامه على جواز تزويج الصغيره ولو في المهد. شفتوا الامه ضلت ازاي؟ بحديث واحد، بحديث واحد الامه كلها ضلت. على جواز تزويج الصغيره ولو في المهد. في المهد يعني في اللفه لسه بترضع، يقول لك تجوزها. ده مش يشين الرسول عليه الصلاه والسلام واحد يتجوز واحده ومعاها عرايسها؟ في الدنيا كده واحد يقول لك انه الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول اذا راى احدكم امراه فاعجبتها، شفت واحد فينقلب الى احدى نسائه فياتيها. كان الرسول بيعمل كده، يصيب الشهوه على طول يقوم يجري بسرعه يهرول الى احدى نسائه فياتيها. واذا راى احدكم امراه فاعجبته فلياتي اهله. ويقول حديث كده كمان، يعني ده وده. كان اذا راى امراه جميله فتعجبه كان ينقلب الى احدى النساء فياتيها، وكان بيقول لنا احنا كمان نعمل كده. ده مش يشين الرسول عليه السلام؟ تصور راجل محترم ويقول الكلام ده. ينفع انت تقوله اصلا؟ وبعدين يقول لك انه الرسول عليه الصلاه والسلام وهو عنده 9 زوجات راح لواحده قال لها هبي نفسك لي. قالت له لا تهب الملكه نفسها للسوقه. ده كاتب كده البخاري افندي اللي عاجبكم بتقدسوه بتقولوا اصح كتاب بعد كتاب الله، كاتب كده على الرسول. ده بيعمل ايه؟ يعني بيورينا مناقب الرسول ولا بيشين الرسول وبيؤذي الرسول؟ ده انا هقول يعني هو طبعا لا يمكن يكون حاجه من دي حصلت، انما هقول انه فرض انه حصل. ما حدش بيستحي في الامه دي، ما حدش بيقرا في الامه دي. ما يعني اقول ايه يا ناس؟ ينفع تقولوا ان الرسول عليه السلام اوحي اليه من السماء؟ ما انتوا بتقولوا ان السنه وحي، مش بتقولوا السنه وحي. في كتاب الطب باب التداوي بأبوال الإبل إنه أوصى بالتداوي بأبوال الإبل، وإن في جماعة كانوا من العرينيين كانوا أصابهم شيء في جلدهم وأصابهم شيء في لحمهم، فأمرهم أنهم يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا فصحوا. فهل هذه وصية رسول الله؟ طب ما عالجتوش الكورونا بيها ليه؟ طب انتوا كلكم منكرين السنه بقى دلوقتي، لان انتوا اصلا ما بتتداووش بابوال الابل زي الرسول ما قال وزي البخاري المقدس ما قال. مش عندنا واحد شيخ بيقول لك البخاري من المقدسات الكبرى؟ مش بيقول لك انه 3/4 الدين من السنه والربع من القران؟ طب 3/4 الدين خد يلا شيل. طب هو نفسه بيتداوى بابوال الابل؟ يعني ينفع انه لما على فكره الكلام ده كله من الذاكره عشان تبقوا فاهمين، انا مش محضر لكم حاجه ولا بتاع. ينفع ان الرسول عليه الصلاه والسلام تقولوا عليه
انه امر بهؤلاء العرينيين اللي قال لهم يتداووا اوائل الابل لما قتلوا حارس ابل الصدقه، امر بهم فسملت اعينهم، يعني خزق عينيهم، وقطعت ايديهم وارجلهم، ايديهم ورجليهم، والقوا في الحره يستسقون الناس فلا يسقونهم، باوامر الرسول. طبعا الرسول قال لهم ما تسقهمش، قطعوا ايديهم ورجليهم وعينيهم وخزقوا عينيهم وما تسقهمش. هو ده بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. هل ده ما يشينوش؟ ما يشينوش خالص؟ اليس هذا من العار؟ ده ربنا بيقول له وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ربنا بيقول له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ربنا بيقول له وقولوا للناس حسنا. ربنا بيقول فاعف عنهم. هم دول اللي انتوا قلتوا فيهم انه قال اذهبوا فانتم الطلقاء. يقتل 10 12 واحد علشان اتقتل واحد، ويخزق عينيهم الاول ويعذبهم ويقطع ايديهم ورجليهم، ويلقوا في الحره يستسقون الناس فلا يسقونهم. ده ما يشنش الرسول عليه السلام؟ هو بس الرسوم طب انتوا عارفين الغباء بتاع السلف اللي قال لكم ان شاتم الرسول ليست له توبه وانه يتقتل؟ كانت النتيجه ايه؟ النتيجه انه الصور المسيئه ولا الرسوم المسيئه للرسول، اذا صح القول طبعا، الرسوم المسيئه انتشرت في العالم كله، الناس كلها اتفرجت علينا، ونفر الناس من دين الاسلام. نفر الناس من دين الاسلام لهذه الرسوم، ونفر الناس من دين الاسلام لانكم دمويين قتله. والله سبحانه وتعالى لم يأمر بالقتل. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال فاعف عنهم واصفح وقل سلام. ربنا بيقول كده. ربنا بيقول إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني إيه؟ يعني لحد بس ما يعني يغيروا الموضوع وبعد كده كلمهم تاني، مش هخاصمهم على طول. ده القرآن، ده الدين اللي نزل على الرسول عليه السلام. إنما أنتم مؤلفين دين تاني خالص وتقولوا الرسوم مسيئة. مسيئة إيه؟ أولا مفيش حاجة تسيء الرسول عليه السلام. ليه؟ هو الرسول عليه السلام حتى قال كده ينقطع عمل ابن آدم من الدنيا إلا من ثلاث، والثلاثة حاجة كويسة. ولد صالح، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. طبعا أنا ما قلتهمش بالترتيب بس معلش. صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أدي ده اللي بيسري عليه، إنما لا يسري عليه أي شيء آخر. والرسول عليه السلام هو صاحب العلم كله، فيسري له كل الخير كله عاجله وآجله. أسأل الله عز وجل أن يرفع قدره في الأولين والآخرين، ويرفع قدره يوم الدين سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. يبقى إذن لازم نفهم إن إحنا اللي بنسيء لسمعة الرسول عليه الصلاة والسلام، إحنا اللي بنسيء لدين الإسلام. ومش كده وبس، ده بيقول لك إنه رجل حديث برضه إن بقرة التفتت إلى راكبها وقالت، واحد راكب البقرة، لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحراسة. للحراسة يعني الحارس، حرس الأرض يعني. ومش كده وبس، إن ذئب خطف غنماية عشان ياكلها، فالراعي استنقذها منه ونجاها منه، فقام الديب وقف على أعلى التل كده وقال له إيه؟ أتأخذ مني رزق ساقه الله إلي فمن ينجيها مني يوم السبع. والكلام ده بقى يعني علشان إيه؟ يبقى هو أحسن من سيدنا سليمان، يبقى هو فهم برضو كلام الديب وكلام البقرة ومش عارف، بس هو بيقول لك بقى ان دول اتكلموا باللغة العربية. ده كل ده بيشين الرسول عليه الصلاة والسلام. انتوا لو ما فهمتوش ان القرآن العظيم هو اعظم ما على هذه الارض من رسالة، وانه اعظم ما في هذه الارض من كيان، يبقى اصلا ما عرفتوش الاسلام، ولا انتوش عرفتوا تسلموا مظبوط. الإسلام يا إخوة
والمعجزة الكبرى في القرآن. لكن انتوا لحد دلوقتي انتوا مشايخكم ما عرفتوش تقروا القرآن. ما انتوا لحد دلوقتي ما انتوش عارفين طغى بالالف معناها ايه، وطغى بالياء معناها ايه. قاعدين تقولوا رسم عثمان، تخرفوا انتوا المشايخ بتوعكم. طغى طاء غين الف تعني طغيان الطبيعة على الارض، وطغى طاء غين ياء تعني طغيان الانسان على الانسان. اذهب الى فرعون انه طغى بالياء. انما ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية اللي هي سفينة نوح دي بالالف. لازم تفهم ان في 8884 كلمة في القرآن مختلفة عن اللغة العربية، لانه لغة ارقى بكثير ولغة متفردة، وان ده رسم رحماني مش عثماني. يا عم الشيخ اللي كتبت انه عثماني، انتوا فاضحيننا بجهلكم. وطبعا الكلام ده كله انا مديه لمجمع البحوث الاسلاميه عشان يبحثوا من شهر ابريل اللي فات، لسه بيبحث فيه، وان شاء الله هيركنوا زي ما من يوم ما افتتحوه في سنه 1961 لم يعتمد اي بحث جديد يدرس في هذه الامه. ما حصلش، لانه احنا فضيحه ادراكيه، فضيحه في عدم فهم كتاب الله، فضيحه في عدم فهم السنه ومرام السنه، فضيحه في كل شيء. وبنعظم طواغيت من دون الله، زي ما عظمنا الائمه الاربعه اللي بيقولوا ليس الاربعه بيقولوا ليس على الرجل اجر طبيب ولا نفقه دواء لزوجته المريضه. ينفع الكلام ده؟ ده انتوا فضيحه. وبعدين تقولوا لي انا اللي جايب دين جديد. انا مش جايب دين جديد، ده الدين بتاعكم اهو، ده الدين بتاعكم اهو. الكتب بيقول لك كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقيل، البخاري بيقول كان يقيل عند ام حرام بنت ملحان، يعني ينام القيلوله، ويضع راسه الشريف في حجرها فتفلي له راسه. فقوم الاخ اسمه ابن حجر، ما هو في شرح الباري، فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، بيقول ايه؟ كانت تفلي راسه من القمل. ده ما بيشنش الرسول. كانت تفلي راسه من القمل، موجوده في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري في الحديث اللي بيقول انه كان يقيل عند ام حرام بنت ملحان فتفلي له راسه، فيقول لك من القمل. ادي هم دول بقى اللي المفروض تعاقبوهم وتحاكموهم حتى محاكمه تاريخيه. انا عايز محاكمه تاريخيه لهذه الكتب وتلك المراجع وهؤلاء الاشخاص، علشان تفوقوا بس من اللي انتوا فيه، من الاغماء اللي انتوا فيها دي. طبعا انا بكلم اللي بيؤمنوا بهذا، ما بكلمش حضراتكم كلكم طبعا، على عيني وعلى راسي طبعا، انما انا بكلم الناس اللي بتؤمن بهذه الامور. وطبعا برضو على فكرة لما بقى عيب في فقه الشيخ الشعراوي وانه قال انه تارك الصلاة يقتل، وانه قال الكلام ده بناء على كلام الائمة، او انه المرتد يقتل، وانه قال الكلام ده بناء على كلام الائمة، فربنا يغفر له ويرحمه. اسال الله عز وجل، هو اجتهد فاخطا، لكن علامه كده اتعلم غلط. لكن هذا الرجل لا شك انه بذل من الجهد والاخلاص ما بذل. مش عايزه كلام، وممكن انا اغلط زيه، لكن كل واحد فينا يصلح من امر اخر ويرتفع به. مش هجيكم بتقاوموني وتشتكوني في النيابات والمحاكم. بلاش هبل وخبل، ده هبل وخبل، خبل امه بحالها، مش خبل شخص ولا خبل امه بحالها. انه يبقى ده موجود في كتابها وتيجي تسالني انا. طب اسال نفسك، طب حاكم اللي كتب الكلام ده، طب حاكم اللي بيدرسه ده بيدرسوا الكلام ده. كل هذا يشين الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أنا مش عايز أطول. شفتوا بقى إنه الأمل كان بيسرح في دماغ النبي؟ شفتوا بقى إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج طفلة عندها 6 سنين ودخل عليها 9 سنين؟ شفتوا بقى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نسيت أقول لكم، كان يجمع زوجاته التسع فيجامعهن بغسل واحد في ساعة واحدة من ليل أو نهار. ينفع ايه يعني ده؟
وقلنا انه اوتي قوه 30، يا فرحتي انه اوتي قوه 30. 300 3000 ايه المشكله؟ هو ده ما يوشنش الرسول؟ يعني لو ابوك متجوز 2 ستات اقول انه كان بيبشرهم بغسل واحد ورا بعضهم في ساعه واحده؟ ده مش قله ادب؟ دي مش سفاله؟ ده مش انحطاط؟ ده ما يشينش الشخص؟ انت مالك؟ وبعدين ازاي حفظت الكلام ده 250 سنه فضلت تتناقض؟ كل 100 سنه فيها 3 اجيال، ف 250 سنه فيهم 8 اجيال يحفظوا الكلام ده. كان بيقبله يا عائشه وهو صائم ويمص سنه، كان بيباشر زوجاته التسعه بغسل واحد في ساعه واحده. ايه الخيبه اللي انتوا فيها دي؟ جايين تكرروا الكلام ده دلوقتي وفاهمين انه صح؟ ده الهبل والهطل. طبعا على فكره انا اغلب فيديوهاتي ليست خلف المكتبات، انا عندي 3 4 مكتبات، الا ما بحبش منظره. انا جاي لكم هنا احسن تفتكروا ان انا بالف احاديث ولا حاجه، او اكون ما قريتش زيكم. بتدافع انت اصلا عن البخاري ازاي وانت ما قريتوش؟ بتدافع اصلا عن الائمه الاربعه ازاي وانت ما قريتش فقه الائمه الاربعه؟ انت ما تعرفش؟ ما فيش داعي اخش في الائمه الاربعه. يبقى اذا انا مش عايز اطول عليكم، اقول قولي هذا واستغفر الله، لان بس في كتير قوي، في بلاوي كتير قوي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، بالله التوفيق. شكرا يا اخو. لسه طب عشان في حاجه بتصورك بس. ثانية واحدة يا سيدي، ثانية واحدة يا سيدي.